السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي. انا هالة فتحي. ان شاء الله باذن الله هنعمل النهارده قرص طريه فلاحي. مهما تستنى معاكي ومهما الكم بتاعك هتني طريه زي ما هي. بدايه كده انا هعمل 2 كيلو دقيق، فهقول لك المقادير بتاعه الكيلو الواحد قد ايه. كيلو دقيق هياخد معلقه كبيره خميره، ربع كوبايه زيت على سمنه، ممكن يبقى زيت بس السمنه زيت بتديكي انتاج رائع جدا. معاكي هنا 3 معالق سمسم، ومعاكي هنا معلقه كبيره شمر على ينسون شبه مطحونين، يعني ما تطحنيهم بالطحنه وما تديهمش يعني قوي طحنه. معانا هنا ربع كوبايه سكر، معانا هنا قشطه بقى من المحل، قشطه بقى انا مطلعاها من على اللبن. ومعانا هنا بقى السر في ان تطلع القرص بتاعتي طريه. انا اخدت هنا كوبايه كبير الشوب بتاعنا من اللبن، حطيت عليها معلقه من الزبادي، فبالتالي بقت بالمنظر الرائع جدا ده. بصي الجمال بالمنظر ده. تمام. بدايه كده قبل اي حاجه عشان تديني انتاج كويس والنتيجه اللي انا عايزاها تحصل، هجيب السكر بتاعي هفضيه بسم الله، وكمان الخميره كلنا بقى عرفنا المقادير بالمنظر ده، وشويه ميه فتره. لو ميه سخنه هتبطل الخميره ومش هتختمر معانا. تمام. وميه فتره. فكره ده الشاي يا جماعه مش حاجه من المقادير، اتفضلوا شاي معانا. هننزل كده بحوالي كوبايه كده، هقلبها كويس تماما لحد السكر ما يدوب يتجانس مع الخميره كده، وانتي بتقلبي تحسي ان مفيش في القعر سكر خالص. تقلبي 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 كده احنا بنختبر الخميره، وفي نفس الوقت بنسهل على نفسنا ونقصر الوقت بتاع تخمير القرص بتاعتنا. لو الخميره جاهزه كده مختمره بتاخدي نص الوقت تقريبا كده، خاصة ان احنا بقى في الربيع، كل سنة وانتم طيبين، فالجو ابتدى يعتدل معانا كده، فمفيش برد قوي يعني. تمام كده قلبنا لحد ما خلاص انا كده بقلب مفيش سكر خالص معايا في القعر كده. دلوقتي هنسيب الخميرة بالمنظر ده تختمر، وهقلب المواد الجافة على بعضها. بداية كده هحط المعلقة بتاعت الملح، وكمان الشمر واليانسون المجروشين، وكمان السمسم بتاعي. تمام. هقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضيه. طبعا الدقيق بتاعي منقول مسبقا بالمنظر ده كده. انا قلبت خالص كل المكونات الجافه مع بعضها وسهل عليا الامر. دلوقتي بقى هنبتدأ بقى نجيب المواد السائلة اللي هي القشطة، دي اخر مرحلة، الزيت والسمنة، الخميرة اول حاجة، واللبن رايق. يلا بقى نبدأ مع بعضين. دلوقتي بقى يا حبايب نبدأ بقى، لان الخميرة ما شاء الله اثبتت جدارتها. انا عايزة اوريكي المنظر الحلو قوي ده. بصي مرتفعة فوق المج بكتير قوي 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 قوي. بصي ما شاء الله ناجحه يعني. دلوقتي بقى نتاكد كده من تقليب المواد الجافه اللي هي الملح، الدقيق اسفه المنخول مسبقا، ومعلقه الملح. تمام. وكمان 3-4 معالق سمسم كده، ده بمزاجك بقى وراجع لرايك انتي ولتقبلك للامر زياده او نقص. وكمان 2-3 معلقة شمر المجروش، عشان احنا قلنا خليه كده عشان يبقى النكهه بتاعته باينه. لما تطحنيه كده يعني اعملي نفسك بتطحنيه. دلوقتي بقى ننزل بقى بالخميره بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نقلب الكلام ده بقى، مش عايزين الخميره تروح في صوابعنا.
فايه احنا هنقلب كده. انا ما عنديش عجان، بس عايزه اقول لك الحاجه بتطلع ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصي عجن بقى بدائي من بتاع اهالينا ايام زمان كده. بصي ما شاء الله ما شاء الله اهو. قلبنا كويس كده بحيث كل المواد كل دي اتشرب من الخميره عشان كل الحاجات بتاعتنا القرص بتاعتنا تخمر. طيب دلوقتي بقى هنزل باللبن الرايب او باللبن اللي انا مروبه. ولو عندك بقى لبن رايب جايباه من عند السوبر ماركت جاهز، بس ده اللبن اللي انت بتعمليه ده. بصي القشطه على وشه ده دسم بقى، والفلك نبتي ده انا باخده اللبن السايب ده الفلاحي. طبعا بغليه كويس، بصفيه الاول بغليه كويس لكن بقى لما بحمل كده بصفيه وبعدين بحط عليه معلقه زبادي او معلقه خل كبيره، وعشان يبقى رايب كده. اقلب بقى الكلام ده كويس كده مع بعض. دلوقتي يا حبايب احنا قلبنا زي ما شايفين، ابتدينا بخميره وبعد كده باللبن الرايب تمام، وقلبناه كويس كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى حطيت شويه من اللبن كده بس ما يكونوش دافين قوي، على شويه ميه، وقلبت برضو عشان يعني كل دي اللي عندي يبقى اتشرب بالمواد اللي هي الخميره واللبن الرايب والكلام ده كله. دلوقتي بقى احنا هننزل بالزيت والسمنه، او لو ما عندكيش زيت هتنزلي بسمنه بس، ما عندكيش سمنه هتنزلي بزيت بس بالمنظر ده كده. بسم الله. هنقلب بقى. عايزه اقول لك بعد ما حطيتي الزيت والسمنه هتلاقي بقى العجينه اتعدلت معاكي تماما. على فكره يا جماعه اللي في السمنه ده بقى لانها سمنه صحيحه جدا، والست عندها ضمير قوي اللي بتجيب لي الزبده، فديت بقى بعد ما قدحتها وكده سيحتها حولتها لسمنه. عايزه اقول لك ان ما شاء الله فيها كم مرته كتير قوي 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 قوي. تمام. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضينا كويس. اخر مرحله بقى والديليشز بجد بجد ان انت تنزلي بالقشطه الفلاحي دي كده، فهتعجنيها وتشربي كل العجينه بيها كده. هتبدا معاكي في البدايه طريه، بس كل العجينه لما تشربها هتبقى العجينه معاكي جميله وعارفه تتحكمي فيها، مش طريه ومش ناشفه وجوسي كده وجميله، وتعرفي تشكليها وتعرفي تتحكمي. يلا بينا بقى نشرب الكلام ده كله كده ونعجن. بس بقى يا جماعه الوقت اللي انت وانت بتعجني كده مسكتي عينتي كده على العجين فلقيتي البوله فله كده مفيش حاجه لازقه فيها ولا في دقيق متكتل ولا في اي حاجه، والعجينه في ايدك عارفين لما تقول لك الحاجه في ايدك عجينه اهي عجينه بس لا بتمسك في الايد. شايفين ما شاء الله ما شاء الله بتعرفي بقى تشكليها وتعمليها. بصي كده خلاص كده بقى اتلمت معايا وبقت ما شاء الله ما شاء الله عجينه زي الفل اهي. هغطيها بقى كده، اجيب بيضه وهغطيها وهسيبها حوالي، انتي مخمره. احنا اتفقنا ان احنا انتي خليتي العجينه اختمرت تمام، فكده قصرت عليكي الوقت، فهي تاخد بالظبط معايا نص ساعه ساعه الا تلت كده، وهتلاقيها بقت زي الفل. خاصه انتي حطاها في مكان دافي، مش حطاها كده عندي شباك ولا حطاها عند شفاط ولا عند حاجه، انا حطاها بجد جنب البوتاجاز، بعمل شاي بعمل حاجه بالجو التدفئه بتاعه البوتاجاز. مش طبعا مش هتشغليه مخصوص، لا انت وانت بتعملي حاجه كده هي جنبك وكمان مدفياها. بدل الفوطه فوطتين كده معلش، تعالي على نفسك عشان تطلع معاكي احلى قرص. واستنى عشان نقطع القرص مع بعضينا ونشكلها. واوعوا تنسوني باللايك والحاجات الجميله بتاعتكم اللي بتخليني اتشجع واعمل فيديوهات اكتر، وكمان توصل لكم كلكم كل الحاجات الجديده بتاعتي. دلوقتي يا جماعه بقى انا سبت حوالي ساعه تلت بالظبط للاختمار. يلا بقى نشوف المنظر بتاع العجينه بتاعه القرص بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله بجد بجد، ولا اروع ولا احسن من كده. هفضي الهواء منها بقى كده. بسم الله ما شاء الله. وابدا بقى اجيب حاجه وهقطعها بقى. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده. بسم
بسم الله كده طلعت الهواء. بصوا على قد بقى اللي انت عايزاه كده وهكذا. بصي المنظر، بسم الله. حاولي ان انت توزني ايديكي كده يبقى كله قد بعضه. في ناس بتقطعها بالسكينه، بس انا بحب اعملها زي والدتي الله يديها الصحه، دايما كانت بتعمل القرص بتاعتها كده وبتطلع ولا احلى ولا اروع من كده. بتطلع ايه زي ما بيقولوا كده ايدك ميزان، زي ما انت شايفه كده. بكورها عشان لما تيجي تبططيها او يعني تكبري حجمها سنه صغيره كمان، مش قوي يعني، عشان تبقى كده مقلبظه وجميله. بصوا نكمل بقى المقدار وارجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، جبت صينيه او صاج او اي حاجه دهنتها بزيت خفيف كده، وكورت بقى، قطعت وكورتها. التكويره ان انت بتعملي بايدك كده. بصي الحركه دي بتطلع لك القرصه مدوره كده وجميله، وبتبقى لذيذه جدا كده، وشكلها مش منعكس، شكلها عارفه العين بتاكل قبل الفم، فشكلها بتبقى روعه جدا جدا. ادي عملنا صينيه ما شاء الله، وكمان عملنا هنا الكوانتر بتاع المطبخ مسحته كويس، وبحب اقطع عليه. فهمت يعني ايه كوانتر فوق وكوانتر تاني كده، بحب اقطع عليه ابطط عليه كده. بصوا حكايه، ولسه فاضل الباقي هغطيه كده. وكمان هولع الفرن بيدفى شويه مسبقا على 180 عشان تطلع مستويه وحلوه كده، متبقاش محروقه من فوق وتحت ومن جوه تبقى نيه، لا يسخن شويه كده على 180 عبال ببطط الكلام الحلو دوت على السجان بتاعته. وبعد كده هسيبهم لمده 10 دقايق، وابدا بقى ايه او ربع ساعه بالكتير، لان ده خمران يا جماعه. احنا مخمرين الخميره مختمره والعجين مختمر، فمش هياخد وقت في الطياب معايا خالص، ولا يا دوبك هتحطيه على السجان كده او على الصواني في ثواني يعني هيبقى حكايه. يا سلام بقى لو عندك زي ما احنا شايفين كده. خلصت اهو المقدار بتاع الصاج. هبدا بقى اعمل كده. بصي الحركه بتاعت الشوكه دي او الخله بتساعد القرصه انها تنتفخ، وكمان جواها يبقى طايب. تمام، هنسيبها بقى دقيقتين وبعد كده هندخل الفرن على طول. زي ما احنا شايفين كده. خلصت اهو المقدار بتاع الصاج. هبدا بقى اعمل كده. بصي الحركه بتاعت الشوكه دي او الخله بتساعد القرصه انها تنتفخ، وكمان جواها يبقى طايب. تمام، هنسيبها بقى دقيقتين وبعد كده هندخل الفرن على طول. بصوا يا جماعه دلوقتي هي اختمرت اهيت، شايفين بالمنظر ده اختمرت كده وجاهزه على الطياب على طول كده. القلب بتاعها مش هيبقى خالص ني، مش هتبقى محروقه، لا هتبقى مستويه وجميله. وزي ما انتم شايفين اهو هدخلها دلوقتي الفرن مسبقا على 180 وعلى طول الفرن دافي، فطبعا هحطها على الرف الاوسط. والفرن بتاعك لو كويس هي هتاخد الشكل الذهبي من فوق ومن تحت. استنوني عشان نشوف القرص بتاعتي. بصوا يا جماعه الاختمار بيعمل ايه، ما شاء الله ما شاء الله. القرصه بصوا حكايه زي ما بيقول كده بالعاميه. طب ايه بقى الحلويات دي؟ ايه ده يا هاله، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. ايش بصي القرصه بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. بصي بقى، بصي اللون الجولد اللي واخد فوق وتحت دوت، ايه ده، ايه الطراوه دي. بس هعلمكم حاجه بقى انا اتعلمتها يعني مش من زمان، قريب قوي اتعلمت ان لما القرص تطلع ابخها بشويه ميه كده بالرشاشه على الهادي عشان تحتفظ بالطراوه بتاعتها. احنا نعمل كده على طول، وعشان انا عايزه القرص بتاعتها مفيهاش غلطه، لان ما شاء الله ما شاء الله الشكل وقبه كده وجميله. ايه ده ايه ده، شايفين يا جماعه الجمال. دلوقتي عماله بطلع بقى في كل صاج بيطلع احلى من التاني من اللي قبله. ليه بقى؟ كل ما بتغيب اكتر في التخمير. بصي الظهر بتاعها حاجه كده جميله قوي قوي. بصوا الجمال بجد بجد، يعني انا مبسوطه قوي لما بعمل حاجه بتطلع
ناجحه كده، واتمنى كل اللي يجرب القرص بتاعتي دي يبقى مبسوط كده، فرحان، اللي بيفرح ولاده، يعمل ريحه الخميره كده في البيت، تبقى خير والله يا جماعه. لما بيبقى في مخبوزات كده بتبقى في البيت، بيبقى اسفه صدرك منشرح كده، بتبقي مبسوطه قوي. ايه رايكم في الجمال؟ وده بقى بتوع العجوه، عشان في ناس عندي في ولادي